أيها الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكريم، سكنة مدينة خريبكا، نحن نقف اليوم وقفة الرجل الواحد الذي يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل أولا، وأمام الجماهير الشعبية ثانيا. نقف اليوم عسى الله عز وجل أن يبرئ دماءنا من دماء هؤلاء اليتامى والتكالى والأرامل والأطفال والمساكين والمظلومين والمستضعفين في سوريا، كل سوريا. نقف اليوم أيها الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكريم، ساكنة مدينة خريبكا، لكي نقول لإخوتنا في سوريا، كل سوريا، أيها الإخوة المجاهدون، إذا تركتكم الأنظمة العربية وحكامها وحدكم في ساحة الميدان تواجهون وابل الرصاص وتتلقون الطلقات بصدور محبة للشهادة في سبيل الله، فإننا نقول لكم بأن الشعوب العربية المسلمة لم ولن تخذلكم بإذن الله عز وجل. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! أيها الأخوة والأخوات، نقول هذا الكلام ولا ننسى أن نحمل المسؤولية، كامل المسؤولية، لهؤلاء الذين ينصبون أنفسهم محاورين نيابة عن شعوبهم وباسم شعوبهم. هذه الشعوب التي لا علاقة لها في الأصل بأي قرار من القرارات الانهزامية والاستسلامية والمتآمرة على مصالح هذه الأمة مع الكيان الصهيوني وحليفه الأمريكي ومن يدور في فلكهما من أذناب حكام الجبر والهزيمة، ولعل بشار الأسد على رأس هؤلاء الحكام الفاسدين المفسدين. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نقول هذا الكلام: زيرو الحكومة المغربية، زيرو الحكومة العربية، زيرو الحكومة المغربية، زيرو الحكومة العربية، زيرو الحكومة المغربية، زيرو. أيها الأخوة والأخوات، نقول هذا الكلام عسى أن تنفطر به قلوب بعض الجبناء الذين قالوا ويقولون ولا زالوا سيقولون بأن قصورنا عورة وما هي بعورة، ولكننا نقول لهم بأنه قد تتعدد مؤتمراتكم وقد تتنوع شعاراتكم وقد تتفننون في عقد القمم العربية التي إنما هي في الأصل قمة في الخسة والندالة والتآمر على مصالح هذه الأمة، ولكن نحن نؤمن إيمانا جازما بأن المجد، كل المجد، لأطفال ونساء ورجال سوريا، وأن المجد، كل المجد، لخيار المقاومة.